السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أقول لكم موضوع الشلاتر اللي موجودة بتتربح من الكلاب. في شلتر جاله 15 مليون تبرعات. شايفين الكلاب اهي في الشارع، ما بيحصلهاش حاجة وبيجي لها أكل من عند ربنا. مش أنا لوحدي، في ناس كتير أوي بتعمل خير، ولكن في ناس بتعمل موضوع الشلتر ده كموضوع سبوبة، مش قلبه ابيض ولا حاجه زي ما انتم عارفين. احنا عايزين نشير الموضوع ده عشان الناس المتبرعين اللي هي مفكره ان في حد فعلا عنده ضمير. طيب، موضوع شلتر يفتح عشان يلم تبرعات وملايين، ويجي له مثلا تبرع خلال شهر 15 مليون جنيه من بره، وفجأة ما نلاقيش الكلاب اللي عنده. طب هو خد الفلوس دي بناء على ايه؟ طيب، هي ما فيش، الدولة ما بتفكرش الناس اللي لمت تبرعات سواء بترخيص او من غير ترخيص من ودت الفلوس دي فين؟ ما فيش رقابة عليهم. طيب احنا ليه لما بنشاور عليهم بيتنرفزوا ويتجمعوا علينا ويشتمونا ويعملوا كل حاجة؟ طب ما يحاولوا يثبتوا ان كلامنا ده مش حقيقي. الكلاب اهي في الشارع متغذية وما عندهاش اي مشكلة. يا جماعة، اللي عايز يعمل خير في الكلاب اللي في الشارع، الحقيقة الطبيعة نسيبها في الشارع ونعقم منهم اللي لا يصلح، ونسيب اللي يصلح يبقى يوزن طبيعة. وده موضوع مش محتاج إلا ناس خبيرة. ولكن دلوقتي موضوع الشلتر، أو أي حد عايز يبقى مليونير في خلال فترة قصيرة بيجيب شلتر، بيجيب خرابة في أي مكان ويقول عليها ده مكان شلتر، وبتبقى أزبل حاجات. وده طبعا إلا من رحم ربي، لأن في ناس عندها ضمير، بس للأسف الناس اللي ما عندهاش ضمير هي اللي مبوظها اللي عندهم ضمير، وشبه اللي عندهم ضمير طبعا. اللهم احفظنا، يعني الناس الحلوة مش ظاهرة في وسط الناس الوحشة دي. فبيجيب بقى خرابه، ويجيب واحد اسمه كاتشر يصطاد له كام كلب من الشارع عشان يبتدي يعمل عليه بوستات تصعب عليها النفس، والناس تبتدي تتأثر، تروح مطلعه تبرعات. هتلاقوا الكلام ده على ارض الواقع. في ناس بتطلع تقول لك انا عندي 600 كلب بقالي 3 ايام ما اكلتهمش. طب 3 ايام ما اكلتهمش؟ يا مفتريه، مستنيه ايه؟ طيب، ما بتدفعيش من حسابك ولا بترحمي الكلاب تسيبيها في بيئتها تاكل، كل يومين تقولي انا ما عنديش اكل الكلاب، انا ما عنديش اكل الكلاب، وفجأة الكلاب تختفي من عندك. طيب، الكلاب دي بتروح فين؟ والفلوس اللي بتجيلك بتروح فين؟ فيا جماعة شيروا الموضوع دوت، عشان احنا عايزين نعرف الناس دي بتاخد مال ناس وتحطه في جيبها، وتسكن فيلل وتركب عربيات وتسكن شقق، ويبقى حياتها اتحولت فجأة من حياة الغلابة دول. شايفين الغلابة دول بيخلوا الناس تبقى مليونيرات. وخلي بالنا، الناس اللي ما عندهاش ضمير ممكن جدا تبيع الكلب ده، او تاخد الكلب ده على انه لحم بشري وتبيعه على انه لحوم بشريه. ما حدش عارف حاجه. اللي ما عندوش ضمير ممكن يعمل اي حاجه.